شو طبختنا اليوم يا ماما؟ شو جا عبالك يا غزال؟ جاي عبالي مبروشة. أحلى مبروشة لعيونك، يلا نبلش. عنا 2 بيض ومعلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من برش الحامض ونص كوب من السكر ونص كوب من زيت النباتي وبخلطهم كتير منيح مع بعض. ومن بعد ما خلطناهن عندي 3 كبايات ونص من الطحين. هلأ رح احط اول كوب من الطحين، وهلأ هيدا تاني كوب، هيدا تالت كوب من الطحين، وبصير لم العجينة بهيدي الطريقة. هيدي اخر نص كباية من الطحين، وعندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر وبصير ومعلقة كبيرة من السمنة، وبصير اعجن العجينة بايدي. هلأ من بعد ما عجناها عندي معلقة صغيرة من الطحينة دهنتها بالصينية، بصير افرد العجينة بهيدي الطريقة. ومن بعد ما فردت نص العجينة عندي مربى من المشمش، فيكن تستعملوا انتو اي مربى بدكن اياه، يسوى مربى الفريز او اي مربى انتو بتحبوا. من بعد ما دهنت المربى على وجه العجينة بهيدي الطريقة عندي النص من العجينة اللي بقيت القسم الصغير رح احط معلقتين من الطحينة لانه رح اشتغل فيها دغري. بهيدي الطريقة من بعد ما حطينا معلقتين من الطحين بتصير معنا العجينة تقسى لحتى نقدر نبرشها على وجه المبروش. مثل ما شايفين كيف عم ببرشها بهيدي الطريقة. ومن بعد ما خلصنا العجينة هلأ منحط المبروشة على درجة حرارة 180. ومن بعد ما خلصت معنا العجينة من تحت المبروشة هلأ حطيناها من فوق 5 دقايق لحتى احمر وجهها، ومثل ما شايفين هيدا الشكل النهائي، هيدا شكل المبروش النهائي. وإذا عجبكن الفيديو ما تنسونا باللايك بالشير بالاشتراك.